نقول أنا واسمني نور من ولاية وهران، وراني رايحة نقول أسماء الشخصيات الحقيقية لأنه ما عندي علاه نخبيهم. أنا جاية طفلة في الجمال عادية، سمرة، شعري كان قصير وكحل، وما كنتش نحب شعر طويل، كان جني وبلايا. المهم جاية عادية بزاف بزاف، مي كانت كاينة حاجة تميزني، شخصيتي كانت شابة، وهذه قاع الناس كانوا يقولوها لي. كنت من النوع اللي ما نداسرش وما نديرش صحاب، يعني ما نروحش نتعرف على ناس. اذا حبوا يكونوا صحاباتي ويجوا يحكوا معايا عادي، ما يتاع انا نروح ونتعرف على شيرات ونديرهم صحابات، لا لا. المهم نبدا لكم كاع من ايام متوسط باش يعني تعرفوا الشخصيات مليح مليح. انا كنت قرايه وراسي كان خفيف، نشد الهضره بالخف وما ننساش كاع، ولساني كان مطلق، يعني غير تحلالي القعده نجبد كاع حكايه دارنا. المهم انا جبت سيزيام وطلعت متوسط، والكلاس اللي طحت فيها ما كنت نعرف ولا وحده من غير واحد الشيره تما كنت نعرفها في الابتدائي، كان اسمها ماريا. في عقليتها كيما انا، ما تتصاحبش مع البنات، بصح جايه هاديه بزاف. انا جايه مرحه وعفويه في عقليتي، مي هي كالم بزاف. ولكن خرجت لي نعمة الصديقات، وربي يخليها لي إن شاء الله. تحية لك ماريا. المهم هذه الطفلة كانت في نفس كلاستي، شفنا بعضنا وتبسمنا برك، ما هدرت معايا ما هدرت معاها. جاو تاع الإدارة وقسمونا، ومنا أنا كي حكمنا بلايصنا أنا قعدت وحدي. جات عندي طفلة واحدة أخرى قعدت معايا واسمها رانيا. هذه تان جاية شغل شابة سمرة وحلوة وتدخل القلب، خفيفة، يعني كانت اجتماعية فوق اللازم. تاع الإدارة قاع يعرفوها، يا ودي السيام قاع يعرفها. المهم قعدت قدامي وبدت تحكي معايا، ولينا ماشي غير صديقات، ولينا خواتات. أنا الصف اللي كنت قاعدة فيه مع هذه رانيا غير تاع كورة، أيا الأستاذة بدلتنا بلاصة وحطتنا نقعدو مور هذه ماريا، وكانت قاعدة مع طفلة خلاف واسمها أنفال. أيا دوك تان مولي رانيا اجتماعية، تصاحبت معهم هما تان. ولا غير نتفكر طوايش اللي كانت ديرهم الطفلة، يا أخي أيام الصغر يهبلوا. المهم تصاحبنا ولينا في 4 صحابات. راني عاقلة مرة في عيد ميلادي عرضهم، كي جات ماريا وأنفال نلقاها تعرف بابا، ومنا وقال لي بابا هذه راهي بنت ولد عمي. جاتني صدمة كي عرفت بلي ماريا تقرب لي بصح من البعيد، تجيني بنت ولد عم بابا. ايا ولينا ندورو وماريا تقربت ليها بزاف. ايا هذيك انفال تعرف واحد الطفله واسمها نجاة، وهذا الشي ركزوا لي عليها مليح مليح مليح. نجاة يا نجاة تكرهني يا محاينك. ايا بدات تعمر في انفال في راسها وتقول لها تبعي نور كي جبدت ماريا عليك وبالعاني وديك اللفعه وكاع، وانا صدمتني. المهم أنفال تشابكت معانا ونجحت هذيك نجاة وفرقتها علينا، وبقيت غير أنا وماريا ورانيا صحابات. فاتوا عوام والحق البيام وجبناه والحمد لله. ما أنا قلت لكم كنت نقرأ راسي كان خفيف، جبت البياب معدل 17-62، وبابا دار لي واحد الحفلة تقول عرس، خرجني برا ودراري تاع الحماية شطحوا ويشعلوا في فيميجان. يا خاوتي ولا غير فوت أجمل أيام حياتي في المتوسطة. المهم هيا حبيت نقرا في واحد الثانويه جايه معروفه انه الاساتذه تاعها ملاح بزاف، وزيد عندها سمعه لانه دايما في نتائج الباك تاع ولايتي يكون تم اعلى النتائج، وانا تلمو معدل تاعي عالي قبلوني. بصح ماريا ورانيا ما قبلوهمش وقاسوهم في واحد الليسي لا اله الا الله محمد رسول الله، الشيرة والشاشرة اللي فيه قاع خارجين طريق، ومعروف يعني هذاك الليسي باللي ليسي واعر. ومن هنا بدات حكايتي مع السيد اللي حنحكي عليه، اللي راهو قاعد قدامي دوكا ويضحك على الكتبة تاعي. ايا سنة اولى ثانوي دخلت، والكلاس اللي كنت فيها شيرات قاع يعرفوا بعضهم، غير انا اللي كنت داخل عليهم. وكانت معايا هذيك اللفعه تاع نجاة، ايه هذيك الطفله يا خاوتي سم توكسيك بزاف بزاف. المهم ما كانش عندي كاع صديقات، كنت انا الوحيده. كنت نضل وحدي، وفي الاستراحة كانوا تاع الإدارة يخرجونا يقولونا ما تقعدوش في الكلاسة وخرجوا روحوا الاستراحة. وانا خيتكم واش نقعد ندير في الاستراحة مع من ندور وانا وحيدة وحيدة. اي قلت لا غير نطلع للطابق تاع الترمينال ونقعد نطل. انا طلعت قعدت نطل
وتطيعيني في واحد. يا خاوتي كيفاش داير، يهبل، كان طويل وابو عضلات، وزيد شعره كان ماغون، وعينيه كانوا عسليين يهبلوا، وزيد البشرة تاعو كانت بيضة. انا كي شفتو قلبي خبط، كان اول حب في حياتي. يعني في الصيام صح كنت شغل من داك يعجبني كش واحد، بصح كو عارفين هذا الشيء خرطي صح في الكبر ماشي في الصغر، باسكو كنت مقتنعة اصلا انه هذا الشيء حرام، ونهايته ما راهيش رايحة ترضيني لو كان ندير علاقة كو عارفين. وزيد كنت صغيرة، هذاك ما يتسمش حب، كنت نكراشي في واحد نهار من بعد نبطل. مي هذا تاع الترمينال واللي اسمه محمد، قلبي كيفاش خبط كي شفتو. لا اله الا الله محمد رسول الله. تلفت لي هذاك النهار، ما عرفت لا نطل ونشوف الناس اللي في الاستراحه، ما عرفت نشوف فيه. حبيته بحب كبير من اول نظره. راني شافيه هذيك الطفله اللي اسمها نجاة، اللي دارت فيا العجب، ولا تتحرش كلاستي عليا، وشغل تطلق فيا تيكيات. ما فهمت واش بها وعلاش هي غيره مني على سو بوين. مره لحقت بها والله العلي العظيم يا خاوتي، جات لطابلتي وخبطتها عليا وشبكتني. كي دخل استاذ الرياضيات واللي جاي واعر بزاف، بدات تذبل في عينيها وتبكي، وتامن واش قالت له هاد اللفعه راحت عند بابا وقالت له بنتك لقيتها مع طفل، وبابا امنها وجا قتلني بالضرب، زرقني ورات له يديها وكانوا صح زروقه. عباليش منين مي انا الدم جمد فيا، خلعت وما لقيت ما نقول. الاستاذ كي شاف يديها وشافني ساكته امنها، وداني الاداره وبهدلوني، قالوا لي حنا الليسي تاعنا محترم منا وما نقبلوش هاد المشاكل اللي صراو فيه. انا بديت غير نبكي ونقول لهم والله ما كاين منها، انا باباها ما نعرفه ما شفته ما رحت ليه. ودوك ضربة عيدها ما على باليش من واش خاطيني، وهما والو. داروا لي استدعاء للولي تاعي، قالوا لي غدوه ما كاش دخله الليسي بلا باباك. انا متصاي رحت للدار ميته، دارنا خلعوا، عينيا كانوا حمورة بزاف ومنفخين. كي حكيت لدارنا امنوني باسكو ما كنتش كاع نخرج، وين باغي نتلاقى باباها انا. يا بابا الصباح داني وفهمهم كل شيء، واعتذروا لي وهضروا مع هذيك الشيره. انايا دبرت بزاف، ولات الحاجه الوحيده اللي تخليني نروح الليسي على بالكم محمد. كنت في استراحه نضل نطلع الفوق ونخسر فيه من غير بطرف عين، مش متحلب ليش اكو عارفين. السيد حبيته بزاف، مي جامي لا درت الشجاعه ورحت حكيت معاه، ولكن يعني قلت لكم انا خاطيني هاد الصوالح، وزيد ما خبرت حتى وحده باللي هاد الانسان نبغيه. ما على باليش علاش بغيت نخلي حبي ليه غير بيني وبين نفسي. تفكرت حاجه كي راني نكتب، تفكرت هذيك الاغنيه تاع شيرين اللي تقول حبيته بيني وبين نفسي، بالي شيرين ولا المهم، وما قلتلوش على اللي في نفسي. مانيش عارفه، بالك المتابعين يعرفوها تقول. المهم فاتوا ليامات، لقيت روحي في اليامات الاخرين تاع هاد السنه، ومحمد عنده باك يتسمى ما نزيدش نشوفه، لانه دوك يجيبو ويروح الجامعه. بديت نشجع في روحي باش ندير خطوه نحاول نهضر معاه، مي كانوا كاينين حاجتين يمنعوني. اولها انه هذا الشيء حرام مفرغ منه، ما يلزمش تحكي مع طفل مهما كانت علاقتنا يا اصدقاء يا كوبل. وزيد ما كانش عندي ثقه في نفسي، قلت لكم كنت عاديه جدا، وزيد كي نشوفو كان بزاف شباب بزاف. دائما نقول مستحيل شير بهذا الجمال يخسر فيا انا. خلاص العام وانا دبرست بزاف، وليت في العطلة غير في الدار حسيت بفراقه. يعني صح بالك تقولوا كنت صغيرة وغير أولى ثانوي، مي صح حبيته بزاف درجة كبيرة، وليت كل صلاة نبكي وندعي باش ربي يخليه يكون حلالي، وقاعدة نقول علاش ربي خلاني نحب شخص كيما هو، علاش عرفته في حياتي. وإحنا هاد المشاعر ما عندناش كيفاش نتحكموا فيهم، يعني هذا حب حلال إذا تحبي شخص برك باش تكوني معه في علاقة. مي مؤلم بزاف، قعدت نقول يا ربي علاش بليتني بحبه وانا هكا صغيره نورمال مشيرات في عمري يعيشوا مراهقتهم مليح، مي انا ديتها غير بكا 3 شهور كاملين وانا كره حياتي بزاف بزاف، والله ما راني نبالغ. مي ما قدرتش، كنت صغيره وزيد صح حبيته، ما كاش عندي لمن نحكي. صحاباتي قلت لكم ما كنتش مخبرتهم. فاتت العطلة رهج وجد دخول مدرسي، ودخلت الثانية ثانوي. ونقولكم يا خوتي أنا حطيت رجلي في الليسي وجاتني غصة كبيرة في قلبي والدمعة طاحت لي. وأول حاجة غزرت فيها كان الطابق اللي كان يقرأ فيه، اللي هو أعلى طابق. كي شفته قلبي خبط بواحد طريقة غريبة بزاف. تذكرت كي كان يضل يطل من تم، ونقولكم صوته والله ما سمعته،
يعني ما كنتش كيما البنات اللي كانوا حتى زعما شغل يتعرفوا على دراري ويبداو يحبوهم. انا حبيته شغل شايفاته برك، ما خزر فيا، ما يعرفني، ما سمعت صوته، ما هدرت معاه والو. المهم طلعت للطابق الخاص بينا احنا. غير دخلت الكلاسة لقيت هذيك اللفعة تاع نجاة تم. انا نقول لكم انا شفتها وانا خرجت وقاعده نلعن في الحظ تاعي معاها، وين ما نروح نلقاها قدامي. كي خرجت عاود طليت على هذاك الطابق وجاني شغل كلي شوق لهذوك الايام. قلت ولا غير نطلع ونسترجع الذكريات. كي طلعت لقيت طابق تقريبا فارغ تاع الترمينال، نصهم كاع ما جاوش، جاو مجموعه قليله برك وكانوا ملمومين في واحد الكلاسه. قلت ندخل كلاسته القديمه نشوف، انا كان على بالي باللي شغل فارغه. منين ندخل جمت شغل تنفس راح لي، المشاعر تخلطوا، الدمعة حبت تسيل. غير حكمت روحي بالسيف لقيته قاعد وحده في هذيك الكلاسه، حاكم تليفونه قاعد وحده. شفته خرج ديريكت، هربت من الفشله، ما قدرتش نزيد نمشي. حبست في الدروج وقاعده حاكمه قلبي ودموع ارواح وانتو حبسوهم. قعدت مده هكاك حتى جات تاع الاداره وقالت لي نور هبطي روحي كلاستك باش نقسموكم. هبطت ورحت حكمت اخر طابله وقعدت، وما زالت اثار الصدمه فيا. المهم التقسيم خلونا كيما العام اللي فات، تسمى كلاسة اللي قريت فيها عام اللي فات نقرا معها هاد السنه، غير اللي راحوا شعب واحدة أخرى. المهم رحت للدار وأنا فرحانة ومصدومة، وعرفت أنه محمد ما جابش الباك وعاودوا. أنا رحت وضيت وصليت ودعيتها ربي وحمدته لأنه خلاني نعاود نشوفه. فاتت سمانة جابوا لنا تلميذة جديدة واللي كانت ماريا صاحبتي. عرفت أنه باباها زيرها على القراية باش تجيب معدل مليح ويبدلها من هذاك الليسي لأنه ماشي مليح، راني يعجبها الحال وما حبش تبدل. المهم جات ماريا وولات تقعد قدامي، وليت في الاستراحة دايما نجرجرها باش تطلع معايا الفوق. هي فاقت بيا، قالت لي واش عندك مع الترمينال؟ حكيت لها كاع قصة حياتي. الشيرة انصدمت، قالت لي كيفاش عام كامل ما خبرتينيش ومنا. المهم فهمتها وكاع. انا بديت مع ماريا نطلعوا الفوق، وديك اللي فاتت عنا جات المولد ضل تعس فيا تحبت لنا ولا تاني تطلع الفوق. وماشي كيف نحن انا وماريا حاكمين بلاصه تكتيكيه، احنا نشوفوه وهو لا. نجاة بدات تمشي من جهته وتطلق في روحها، وضحكتها تسمع وتسمع في الهضره زعما باش تلفت انتباهه. ما هو والله ما حلبها، ما نكتبش عليكم. انا فرحت، قلت لها في قلبي غير تتعوجي راهو خزره برك وما خسرهاش عليك. طفلة قلقت وش راحت دارت، راحت سبوتاتو في سبوت تاع الليسي تاوعنا وقالت له سلام نحوس نسبوتي هذاك الشير اللي يقرا ترمينال 3 اس 1. ويضل واقف فوق وحده ولعبها زعما ما يحلبش الشيرات، نقول لك انت هو ستيل تاعي وعجبتني ومنه خالك تبهديله. المهم هذاك سبوت يبهدل، انا انصدمت. الليسي كامل قرا هذاك سبوت وكاع جاهم فضول باش يعرفوا هذا الشير اللي هو محمد. شافوه فجأة سبحان الله الليسي كامل كراشة فيه. والله يا خاوتي والله ولا كيما هادوك الافلام تاع الكوريين تاع كيكون كاين هذاك الشر مشهور وكاع البنات يحبوه. انا اللي هنا صايم ما قدرتش كيفاش، انا اللي نحبه في عامين وما هدرتش كاع معاه، وهاد البنات كاع اللي غير كيما عرفوه كاع ولاو فريند معاه في الانستغرام. ما نكذبش عليكم القص طلع لي لراسي. ماريا قصرت لها راسها بشكاوي، بديت نقولها شفتي كيفاش ومنا دوك يدوهولي والله يجيبها لها نجاة كلش بسبتها. استغفر الله واش صرا فيا. ماريا صاي ما قدرتش، هي كان عندها مود باس تاعي وش راح تدير؟ لا راحت بعتت له هاي في الانستغرام ما خبرتنيش. كي لحقت للدار فتحت انستغرام حتى نلقى السيد كاتب لي who are you، معناها شكون انتي؟ انا الدم جمد فيا، بديت نقول هذا محمد ياك، علاش بعت لي وكيفاش؟ رحت عند ماريا ودرت الديكة معاها. المهم رديت عليه وبدينا نحكو، وعرفت باللي هو صح ستيل تاعي في الشاشرة، يعني يعرف يهدر انجليش وزيد يتفرج انميات ويكره الراي ومنا وزيد محترم. انا قلت صاي هذا راهو ملاك، كيفاش كاين شير متناسق كاع كيما هاك، ولينا فريند. وصدقوني انا نكره ندخل في خصوصيات الناس، ولا غير كنت نحكي معاه غير على القطوطة والانمي، جامي سقسيتو على حياته العاطفية ولا دارهم والو. المهم هاد الفعة تاعنا جات شافتني نحكي معاه وفضحتني في الكلاسة، قالت لهم راهي عفوا تحكي معاه وتكذب عليه غير باش زعما يبغيها، واعترفت له مشاعرها. الدم طلع لي للراس،
تقولوا لي علاش ما ضربتهاش يا خوتي؟ انا اذا بديت المضربه ما نحبسش، وزيد الشيره متحجبه وعلى بالي بلي يكون دخلت عليها حوالها نقطعهم لها، وانا واعره بزاف في المدابزات. ايا قعدت غير مستحملتها. مرة كانت واحدة الشيرة واسمها رجاء، وهذه نعرفها من ابتدائية محاينك. ايا قالت لي نور سمعت هدرة نجاة وشوفي محمد لقيته داير ماتشينغ مع واحدة الشيرة. ملاحظة اللي ما يعرفش ماتشينغ هي تصاور تاع كوبل، ايا الشيرة يدير نص تاع دراري والشيرة دير نص تاع الشيرات. انا انصدمت وما بينتلهاش، قلت لها ما تديروش عليها، انا ما نحبو ما والو. ايا كملت قرايه ورحت للدار، لقيت رجاء بعثت لي هذوك زوج لي كونت ولقيتهم صح دايرين ماتشينغ في الكونت تاعو الثاني. بدات تعمر لي في راسي وتقول لي بعتي لي الكونت تاع الطفله وسقسيها عليها، ومنا ايا انا والله غير كنت نيه ورحت بعت له. قلت له محمد تعرف هذه الطفله؟ السيد طريقه هدرته قاعد تبدلت، بدا يقول لي علاش وكيفاش علاش كيتحوسي من جبت لي الكونت تاعها. انا انصدمت، قلت له وحده صاحبتي راهي تحوس عليها وكي شفتك انت امي معاها قلت نسقسيك. قال لي شكون هذه صاحبتك وين تقرا؟ يا ودي شعل شعيل. وانا كنت نحبه وقلت له ما كانش عندي ثقه، يعني قلت لكم عفوا ما كانش عندي ثقه في نفسي. بديت غير نعتذر، رخصت روحي تاع الصح وبالصحيح بديت نقول له اسمح لي ومنا وكون جا في بالي امور تلحق لهنا من نسقسيكش عليها وكاع. من الاخر السيد ريا جالي برك وما زادش حكى معايا. ايه وماريا كي قرات لي ميساج تاعنا انصدمت وزعفت عليا، قالت لي كيفاش ترخصي في روحك هاكو منا، وقالت لي هذا وش بيه ياكل في روحه. تقول المهم سمحوا لي ما نقولش واحد الكلمه قالتها. المهم ماريا بلوكاتو من عندي، هو كي شافني بلوكيتو بلوكاني تان ونسيت الحكايه كاع، وليت تطلع وما نطلعش الفوق. واحد مره جا عندي واحد قال لي بنت الناس راكي عجبتني ومنا، وانا كنت في حاله ما خصنيش هاد العلاقه تاع تمسخر. قلت له لا لا وانا ما نقدرش نكون معاك وما نطيحش في هاد العلاقات وكاع. السيد طارت له قال لي واش راكي حاسبه في روحك؟ وقيلا نسيتي روحك ما كنتش شايفه عمرك كيفاش راهي، تقول طفله تاع ما باليش كيفاش ذره انوثه ما عندكش وجايه تتكبري عليا وتلعبي فيها بنت فاميليا، وانت الناس كامل تعرفك بلي كنت تحبي محمد وانت يا رخيصه رخصك رخص. المهم بهدلني وانا مصدومه، كانوا يعرفوا قصتي مع محمد. تجمدت وما لقيت واش نقول، وكي خزرت لقيت اللي سي كامل يخزروا فينا ويتهضروا، ومحمد كالعاده قاعد الفوق مع صحابه وحدهم وقاعد يتفرج. انا هربت وغير نبكي، قلبي صح تقسم. ماريا كي شافتني زعفت وطلعت الفوق ليهم وبهدلت محمد. اول ماريا دير حاجه هاك، قلت لكم الطفله كانت تبان متوحده وجامي سمعت صوتها زعما هكا على كاش واحد ولا اصلا جامي حكت مع كاش واحد. المهم طلعت ليه رخصاته ورخص، قلت له واش راك حاسب به روحك تجرح صاحبتي هكا غير كي زعما دارت لك قيمه وهدرت معك؟ قالت له روح شوف روحك راك تعيف. فهمت جامي تزعف طفله ومنا تقول فيك كدا. المهم هدرت له واحد الكلمه زعما مانيش حابه نقولها. قالت له نتايا تضل تحكي مع الشيره تاع الليسي وتلعبها زعما تقعد هنا وحدك وما تحلبش وكاع. المهم رخصاتو رخص وصحابو صدموا منها صح. انا فاتت سمانه ما رحتش فيها الليسي، مرضت على الصح، وليت ماكله اللي ناكلها حاشاكم ما نرجعها. حتى داتني ماما الطبيب قال لها حكمتها لا قريب والمرض مشى لها لكرشها، عطاني سيرتيفيكا قال لي سمانه ما تروحيش تقراي. كي كملت سمانه والحمد لله ريحت ورجعت للليسي، وليت حكايه على كل لسان، حتى الاساتذه وسمعوا بالحكايه ما هدروش. المهم وليت غير انا وماريا قاعدين في الطابله الاخرى، وكي تصوني الاستراحه كنا نروحوا المكتبه نقعدوا وحدنا تما. فات واحد شهر بالك على هاد الحكايه، حتى ماريا لحقها ميساج من عند محمد وبدا يزعف عليها، قولي صاحبتك تتربع وهذيك خبيثه وخامجه. وانا وماريا قلت لكم عندنا لي موت باس تاع بعضانا. المهم كي قرأت الميساج انصدمت، قلت له محمد انا نور عندي موت باس تاع ماريا، وش بيجي بابك تعرش لي واش وقيلا ما كفاتكش تبهديله لي صارت لي بسبتك. المهم كنت مقلقه وقلبي تما كان بارد بزاف من جهته. هيا قال لي تبهديله اللي صارت لك ما يهمنيش فيها، ما قلتلكش هادر معايا ولا الرفض هذاك الطفل مي تاع توصل بيك تطير لك كيما حلبتكش تطلقي فيها تيكيات، هذه ما نسكتلكش عليها. انا صدمت قلت له واش من تيكيات واش بك هبلت؟ قال لي لعبيها زعما على بالكش. قلت له شوف انا صاي كرهتك ومانيش حابه نهضر معاك وعفتك وانت قاعد تقول لي تيكيات وش بي جدك؟ ايا قال لي ماشي وحده مسخه كحلوشه ورخيصه كيفك تقول عليا انا خلاط. قلت له شوف
يا ولد الناس، انا ما هضرت في جدك ما قلت عليك خلاط، وزيد ما كاش رخيص اللي كيفك اللي ضل يحكي مع البنات تاع الليسي. قلت له انا سمره ماشي كحلوشه ياك، وعلى الاقل ما رانيش كيفك انت الرجوله كاع وما عندكش، في عمرك 19 سنه ولا حياه وما طلعتلكش يا المخنث يا كذا. المهم تقلق وانا تقلقت وشعلنا جدها كاع. فاتوا لي وتعرفت على واحد في الانستغرام ولينا شغل نحكو، وحب يتلاقى بيا ويشوفني. قلت له الليسي اللي نقرا فيه وكاع، كي خرجنا جاليه شافني وتعرفنا. وانا ما نشجعش على العلاقه هذه يعني، غير راني نحكي لكم برك. قعدنا غير تما واقفين، منين راح وندور وجهه نلقى سي محمد يخزر فينا بواحد الخزره لا اله الا حد رسول الله. كان مقلق بزاف. كي راح الطفل اللي اسمه يعني بالك تنخلعوا من هذا الاسم، هو قبايلي والقبايل عندهم هذا الاسم. هيا كي راح محمد بدا غير يتبع فيه بعينيه. من بعد جاليه قال لي شكون هذا؟ انا لهنا خزرت فيه واحد الخزره. قلت له واش دخل جدك دوك؟ ماشي قلت لك بعدني؟ وراح قيلني يا تبرادي واش راك حاب فيا؟ قال لي سمك دوك تقولي، وحكم لي يدي بزاف. قال لي تهضري انا قلت لك يا اخي وش هاد تمسخير، وش هاد دراما؟ خوتي دار لي دراما اللي سي كاع يخسر. بديت نقول له طلقني وقعدت نبكي باسكو حسيت يدي راح طير من بلاصتها وهو غير يزيد يزير. كي ما قدرتش خبطته بكف باش طلقني وهربت نجري جريه تاع كلاب. المهم تبهدلنا تبهديله كحله. ولا محمد غير يخسر فيا في الليسي، وين ما نشوف نلقى عينه فيا. مرة كنت طالعة كلاستي تلاقيته في الدروج، ضحك يعني تبسم برك في وجهي. قلت لكم أنا قلبي كان بارد من جهته، مي كي شفت ابتسامته رجعت لي الروح، قلبي ولا يخبط وما قدرتش. فاتوا ليام وكملنا الاختبارات ودينا عطلة وتفارقت نهائيا مع محمد. هو فوت الباك وجابه ب 13/48 والله غير بكيت من الفرحة، فرحت له بزاف. تقولوا لي كيفاش عرفت المعدل تاعو؟ دوك نخبركم. احنا اللي تاعنا نهار النتائج تاع الباك يعلقوا في لاليست، يعني اللي جابوه وشكون اللي جابوه، شغل يرتبوهم شكون اللي جا الاول والثاني وكاع. انا نهار النتائج رحت ليسي وشفتو يعني شحال جابوا، وبديت نبكي من الفرحه. الناس برا حسبوني انا اللي جبتو، بداو يعنقوا فيا ويباركوا لي اللي ما يعرفونيش، ونسا قاعدين يصغرتوا على ولادهم وعليا تاني وانا ميته بالسعاده. المهم بعد هذا الشيء جاني حنين كبير لايامي مع محمد. بصح دوك الله غالب هو جاب الباك تاعو وراح يقرا في الجامعه، وانا تم كان عندي باك هو كبير عليا بعامين. مي قلت لكم الباك تاعو الاول عاودو جاز عامي تاع الباك وتمرمت فيه خلاص. حبيت نقتل روحي دبرست فيه بزاف. علاش؟ باسكو كنت نتذكر ايامي مع محمد كنت نضل نبكي وندعي في ربي يعاود يلاقيني به. فوت عامي غير بكى وما قدرتش نحب انسان خلاف، ولا قلبي غير مع محمد. تالمولي عيت نقنع في روحي ونقول صاي طفل راهو دوكا في الجامعه، بين دوك يشوف شيرات شابات ويعجبهم ويتزوج ويعجبوه قصدي، وانا مستحيل يخزر فيا. كان دايرني مصدر تاع مشاكل. وزيد قلت لكم ما رانيش زله غير عقليتي اللي مليحه، وهو ما شافش عقليتي. الله غالب مشاكل داروها بينا. ياه نسيت ما خبرتكمش، شفتوا نهار اللي بعث ماريا وتشبكت معاه مجابكه الزوجه وقال لي هضرتي فيا تما؟ عرفت شكون لحق له هذيك الهضره؟ كانت اللفعه تاع نجاة. راحت بدات تقول له نور وبدات تحكي لنا عليك وتقول لنا داك خلاط، ومره شفته مع شيره برا ولحقوني لي كابتور وقعد يحكي في هضره منحرفه مع شيرات. انا كي عرفت هذاك النهار صاي طرطقت عيت صابره مي ما قدرتش. رحت حكمت جدها الحلوف وسحبتها والرجال وما قدروش يبعدوني عليها. نحيت لها خمارها وبدت من الشعر ونجبد. واش تفلت عليها واش زرقتها الله يغفر لي، ولا غير قلت لكم انا واعره في المدابزات. وزيد كي ندخل في شجار ننسى روحي كاع. المهم كمل لكم. فات عام تاع الباك بالسيف وجبته الحمد لله، يعني كنت دايره كوراج قلت نقرا له باش منزيش ندخل هذاك الليسي ونفكر اياماتي. الحمد لله جبته ب 15/84 ودرت حلمي واللي هو مولده. قبل ما نروح الجامعه انا كان على بالي بلي اكل تاع الجامعه ما يتكلش، وكان لازم عليا نتعلم نطيب. بديت نتعلم وكاع. وانايا دارنا كان عندهم ورث تاع جدي، قرروا يتقاسموا الورث وكل شخص يدي حقه. ما نكذبش عليكم الورث كان عندنا بزاف. كان عندنا دار في حومه تاع كاستور يعني كيفاش دايره، وزيد كان عندنا ورث في الصحراء وهذاك شحال يجيب. وزيد كان عندنا حانوت تاع جدي الله يرحمه، وهذا الحانوت كبير بزاف، تقدروا يعني كي تشروه تفتحوا فيه اكثر من 3 حوانت. كان صح كبير وجاب دراهم بزاف كي تباع. يعني الحمد لله جدي في وقته كان قافز وشرى كاع داك الخير. يعني ماناش من الناس اللي ورثنا غير الامراض والنيف الكبير ولا شعر الحرش. الحمد لله. كي تقسم كاع هاد الورث ولينا اغنياء. خاوتي
دراهم دراهم يا صاحبي. وجهنا نور، شعل فيه الضوء. يا وقع هذا الشي ماما كانوا مدين لها سكنة تاع افتر وقبل ما نقسموا الورث. بابا قالنا نرحلوا لهاد الباطيمات بيد ما نقسموا الورث هذا، باسكو احنا دارنا كانت كبيرة، كانت تاع العيلة، مي كيما جدي عماتي ورجالهم قاعد فرقتوا وراحوا كراو في الباطيمات، وانا ما عنديش عمي، عندي غير عماتي. يتسمى شغل الدار ولينا غير احنا ساكنين فيها، وكانت كبيرة وما كاش عندنا الغاز، يعني كنا شوية ناقصة حالتنا. المهم بابا قرر انه يصلح دارنا، وكي رحنا الباطيمات ولينا قرب بزاف لدار خالي عايش مع مرتو تم. وانا فيا طبيعة قلت لكم ما نحبش نعمر راسي وندخل في خصوصيات الناس، يعني كيما مرت خالي ما راني شايفة يماها وعائلتها كيفاش دايرين ما والو، واصلا في عرس خالي ما حضرتش باش نشوفهم لانه اصلا نكره العراس. مهم مرة قلت لكم راني نتعلم في الطبخ، ومرة صنعت محاجب، وماما كانت تهدر مع مرت خالي. ماما الله يبارك لسانها فهمي ترى، حكات لها كلش، قالت لها نور راهي تصنع لنا في المحاجب، ومرت خالي كانت بالحمل توحمت عليهم. ماما قالت لها دوك نقول نور تجيب لك شوية، راهي تعلمت الطياب. مرت خالي قالت لها دوك نبعث لك خويا يجي يديهم. ماما قالت لها لا 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 لا، ما تشقوش رواحكم، دوكا نور هي اللي تجيب لكم. ماما قطعت من وانا نطليها من. قلت لها شواله هذا يا ماما، عايشه كديري لها هكا، ما كشتوي فيها غير فرينه وزيت، وحالتي حاله واش يخرجني في هاد القايله لمرض خالي دوك. قالت لي ماما يا تبردي المراه راهي تتوحم تدي عليها اجر، روحي لبسي جلابتك ووصليها بالخف ورجعي، هذا مكان تسكن غير في الباطيمات اللي مورانا. انا سلمت امري لله وقلت لها بطريقه تضحك كيما ماما كانت تقول لنا كي نزعفوها، دوك نلبس جلابتي ونخرج من هاد الدار واحد ما يلقاني. المهم صح لبست جلابتي وحكمت طبسي تاع المحاجب وشديت الطريق، رحت لدارها وانا حالتي حاله، ريحتي غير بصل، وجهي كان شويه برك مطاشي بالفرينه، وشعري هذاك كنت حكمته طوماطيشه ومخبله كامل ولا كي نخله. المهم صونيت، مفاجاه فتح علي الباب خوها اللي قالت لها زعما يجي يدي المحاجب، وماما رفضت. مي ما راهوش هنا البروبلام خوها شكون؟ نعم سيداتي اوانيسي سادتي، خوها سي محمد. انا شفته وفتحت عينيه فيه من الصدمة، وهو تاني فتح عينيه ماشي من الصدمة، فتحهم كي شاف حالتي مبهدلة وتبسم هذيك الابتسامة. يا خوتي كيفاش صرالي، مت وذبت وقلبي ما نحكيش عليه. انا قلت بالك اني غلطة في الدار، حتى نسمع صوت مرت خالي تقول لي نور دخلي. انا دخلت ولقيتها متكسلة على ظهرها وكرشها واصلة لفمها. عطيت لها طبسي وقلت لها نروح. قالت لي وش بيكي غايسة، اقعدي دوك نضيب لك قهوة، ومع العصر في برد الحال روحي. انا ما حبيتش، ما هي حلفت ما تخلينيش نروح، وسي محمد قاعد وغير يخسر ويتبسم. انا صايق قول شواله هذا، وعرفت باللي هذا النهار ما راهوش رايح يفوت على خير. عرفتني مرت خالي بمحمد، قالت لي هذا خويا من بابا، وبداو يجوني صدمات، صدمة مرختها ما قدرتش نهدر. قلت لها ايا مليح، راحت الكوز نطيف القهوة حتى نطق. قال لي وش بيها حالتك هاك؟ قلت له ما عنده ما دخلك، ولعبتها زعفانة منه. قال لي يا أخي قال لي السبالة راهي تسيل، إذا حبيتي نحي جلبتك وروحي دوشي، باسكو ريحتك راهي كارثة. أنا هنا ما قدرتش وصديت ليه، قلت له في قلبي انت بالك ما تعرفش عقلية الوهرانيات. قلت له شوف يا فرماجة، ماشي انت اللي تقول لي وقتاش ندوش ووقتاش لا، وما رانيش نطلب عندك. انا جيت صنعت محاجب واختك عجبوها، هذا ما كان ضربوا في قلبها جبتهم لها. سيد ما ركزش كاع ما هدرتي، ركز مع واحد الكلمه قلتها له واللي هي قلت له مخنث وناضي يزعف عليا وانا نهضر ونعرش، حتى تجي اختو خلعت لقاتنا صح نضربوا. وللاسف الشديد وصلنا نضربوا باليدين، تقول ضراير. قالت لنا هي تبرادي مالكم شواله هذا، راكم صغار تتشابكوا هاكو باليدين وصدت المحمد قالت له وش بك هبلت، كيفاش ترفد يدك على طفله وعلى بنت جاوده اللي هي ماما. انا نطقت قلت لها الله غالب، وش يجيك من واحد مخنث ونطق على هذا الشيء، راه ماشي مربيه، وشوفي واش راهي تقول لي شوفي واش راهي تهدر. انا هنا قلت له ماشي انت اللي كنت ظل مع بنت تاع اللي تجمع، تجي تقول لي انا اللي جامي كنت في علاقه غير شرعيه ماشي متربيه، فهمت؟ لبست صندالتي وخرجت والدمعه تسيل. ما توقعتش كاع بعد هذا الوقت نشوفه هكا ويصرى هذا الشيء. وصلت للدار وانا عينيا منفخين وحموره ومقلقه. ماما دخلت قالت لي وش بيك؟ حكيت لها قلت لها هاوليك ولد وهيبه واش دار لي.
قالت لي شكون منهم؟ قلت لها محمد. قالت لي ايه محمد؟ قالت لي يا بنتي مالكي السيد هذاك متربي وعاقل وقاع يشكروا فيه ويحبوه. قلت لها ماما احكي لي واش يكون وهبه اللي هي مرت خالي حكات لي. قالت لي مرت خالك يماها ماتت كي ولدها، بابها قال لهم يلزمني نشوف مرة نزوجها، ما حبش يربي بنته بلا ام، تزوج بمراه اللي اسمها مسعوده وربات وهبه احسن تربيه. وهبه كان دارتها كي يماها وتحبها بزاف، واصلا تقول لها غير ماما. وبو وهبه حب هذه مسعوده المره الاولى تزوجها غير على جال بنته، مي مع الوقت حبها وجاب منها 3 دراري، جمال محمد وابراهيم. يتسمى انا فهمت وقاع وقلت شوف المكتوب. اي تما وهبه عيطت لماما واعتذرت لها بزاف. ماما قالت لها نورمال منا. فاتت واحد السمانه وتعيط وهبه لماما، قالت لها محمد راه حاب يخطب نور. انا صدمت قلت محمد يبخيني وحاب يخطبني، وشنو هذا؟ ويا نور يا بنت جاويدة، هاد الحظ كيما حظك ولا خلي. كانوا في الصغر يقولوا لك زيتونة مسخة ودوك ديتي واحد في الزين حبة يا حليلي. المهم جا ودرنا كلش ودرنا الشوفة، زعما كلي جامي شافني. المهم فاتوا قاع دوك صوالح تخطبنا، وهنا بدا الانستا تاعي باسكو القديم غلقتو ولينا نحكو كي العادة، مرة نتحبو ومرة ديقة تنوض الحرب يعني، ومرة ضاربنا قعدنا سمنتين ما حكيناش. انا تما دبرست وبكيت وعيت حتى القصيد بعث لي تصويره ليه وقال لي توحشتك. قالت لي دوك نبعث لك تصويره راني شفتها. قالت لي بعثتها لك باسكو نوثق فيك ثقه عمياء، انا كوني مهنيه دوك نسبريميها. قالت لي نحبك بزاف ودايما غير يخرج لي اشعار انه درتي قصه جديده نجيب راجلي ونسمعوها، يعجبونا قصصك وطريقه تقديمك للقصص. شكرا لكم بزاف وربي يهنيكم. تقول انا بعد هاد التصويره ذبت وما قدرتش وقلت نور صاي سقمي روحك وشنو هذا. عادي كملت عامي الاول في الجامعه وتزوجنا، مي قلت له ما نرفدش الكرش حتى نكمل قرايتي، وتما كان باقي لي 4 سنين. السيد قال لي اوكي. من بعد كي كملت قرايتي دوك راني نخدم مولده في السبيطار الحمد لله. جبت اول طفل ليا سميتو يوسف وكان في الزين تاع باباه، وانا يعني كوني نحب راجلي قلت لكم كان يعجبني بزاف العقليه والزين، سميت اسمه يوسف على اسم نبي يوسف عليه السلام، لانه كما تعرفون نبي يوسف كان معروف بجماله. ايوا دوكا مازلني نخدم وراني عايشه في داري وحدي مع راجلي وولدي، وراني تاني دوكا بالحمل، ولحد الان ما على باليش جنس الجنين، وان شاء الله تكون طفله لانه نحب بزاف البنات. تقول هذه هي قصتي، مع انه راهي زربت فيها في الاخر بصح معليش. تقول حبيت نحكيها لانه نهايتها سعيده، كرهنا من القصص الحزينه يعطيك الصحه. تقول حبيت نحكيها لانه نهايتها سعيده وان شاء الله تكون عجبتكم. وبالمناسبه هذيك الطفله لفعه نقول تاع نجاة، كي عرفت بلي تزوجت محمد قالوا لي دارت حاله. في الحق انا دوكا يعني نسيتها وما يهمنيش فيها، ان شاء الله برك ربي بعدها علينا. انا هذه الطفله لحد الان ما على باليش علاش تكرهني، وراني اختصرت بزاف بزاف، ما حكيتش على احداث الجامعه والدار وكاع. وزيد ماريا صاحبتي النهار اللي طلعت ليه الفوق عرشت له واحد من صحابه تما عجبته وخطبها وتزوجوا. وصاحبتي رانيا راهي مخطوبه وعرسها في اوت ان شاء الله، ادعوا لها ربي يهنيها وان شاء الله تكون القصه عجبتكم. والعبره تاعها هي انه دائما نعطوا قيمه وثقه لنفسكم، وعرفوا باللي كل واحد وجماله وجاذبيته، وانه اذا حبيتوا حاجه طلبوها ديريكت من عند ربي، ويعني ادعيوا ربي وهو راح يغير اقداركم. واذا كاين عبره واحده اخرى نتوما استخلصتوها متى بيا تكتبوها في التعليقات. واذا عجبتكم القصه بارطاجوها مع اصدقائكم، ديروا جيم لا فيديو للمزيد من القصص. مع السلامه، نلتقي في قصه جديده.